حلقة النهارده انا هرجعك بالزمن شويتين ثلاثة لورا، والمرة دي مش زي الحلقة اللي فاتت، لا المرة دي بشكل مادي عشان معانا شوية تكنولوجي كانت موجودة زمان. فيلا بينا نبدأ. فاكر السلسلة اللي كنت مكلمك عليها من كام حلقة اللي اسمها نوستولوجي؟ النهارده تاني حلقة فيها، وهقول لك المنتجات اللي انا اشتريتها من سوق الخردة. عندنا في اسكندرية مكان كده اسمه سوق الجمعة، اشتريت منه كام منتج هستعرضه معاك النهارده وبأسعار عبيطة جدا، خلي بالك يعني. فالفكرة هنا ان في حاجات منها شغالة، حاجات منها مش عارف الصراحة اذا كانت شغالة ولا لا. فانت النقطة هنا ان انت بتلاقي تراث بالمعنى الحرفي بحاجات يعني بتمن بسيط. والنهارده مش هتكلم عن التجربه دي ولا اي حاجه، احنا جايين نستعرض المنتجات اللي معانا النهارده. بس قبل ما نبتدي في الحلقه، ايه رايك لو تنزل تعمل لايك والكومنت في اخر الحلقه كالعاده، يعني عشان تقول لي رايك الجميل في الكومنت من غير لك كتير. يلا بينا نبتدي. نيجي لاول برودكت معانا وهو الكاميرا دي. زي ما انت شايف الكاميرا شكلها عامل ازاي. كاميرا قديمه شويتين تقريبا، ترجع للثمانينات او السبعينات، مش فاكر الصراحه الاصدار بتاعها كام يعني. انت هنا بتحط الفيلم، وطبعا الحاجات اللي هو بتشد الفيلم من هنا وتحطه هنا وشويه حاجات، يعني نبقى نجرب الموضوع ده ممكن في حلقه تانية لوحدها. احنا بس جايين نستعرض الكاميرا استعراض بسيط. اتمنى بس الفوكس يظبط في هو مش ظابط احسن حاجه بس فاهم. انت بيبقى عندك مكان هنا للبطاريه، تشتغل ببطاريتين ساعه، تمام. وبعد كده العدسه زي ما هي بتتغيرش. الحته دي كانت بتنور معايا احمر لما كنت بحط فيها بطاريات، كانت بتنور معايا احمر. وعندك الفلاش هنا انت بتسحبه لبره عشان يحمل، يعني هو فعلا حرفيا بيحمل. انت تحط البطاريه وهو بيشحن فيقوم مديك لمعه فلاش كده لما تيجي تدوس على زرار الشاتر. وزرار الشاتر فيه حاجه غالبا عندي يعني، فعادي. الكاميرا برضو كنت جايبها ب 20 جنيه، يعني اي حاجه معانا النهارده انا كنت جايبها ب 20 جنيه. انت تحمد ربنا ان انت ماسك حاجه شكلها نظيف، فاهم. في نفس الوقت برضو حاجات لذيذه. هنا تايمر، المفروض ان ده تايمر يعني. وعندك هنا برضو الدراع اللي بتسحب الفيلم وهكذا. الكاميرا ما فيهاش حاجه يتم استعراضها غير لو اشتغلت يعني، فاهموا. في مطرح الستاند برضو موجوده من زمان الحاجات دي شكلها. مفيش حاجه في الكاميرا تذكر، يعني انا ما اقدرش افيدك اذا كانت الكاميرا شغاله ولا لا، لان انا حتى الان ما جربتش فيها الافلام بصراحه. حاول كده اوريك الكادر عامل ازاي من هنا. يعني انت بتشوف في علامه بتحدد لك الكادر كده، اتمنى تكون واضحه لك في الفيديو. ايوه، اللي هو المربع ده بيبقى موجوده في الاربع اركان، تمام. دي كده كده الكاميرا فاصله يعني مش شغاله، ما فيهاش بطاريات، هي بتبقى موجوده جوه. بس المفروض ان انت بتدوس على الجهاز الشاطر هنا وبتصور صورتك، وبعد كده تقوم عامل كده تخش على الكادر اللي بعده في الفيلم هنا. بس دي كانت اول حاجه معانا النهارده. نخش على الحاجه اللي بعديها على طول، وهي كاميرا برضو بس كاميرا مختلفه شويه. الكاميرا دي كاميرا جيب اسمها كودك اكترا 10، تمام. فتح كده، بس انت خلاص انت كده معاك كاميرا. تفتح يعني مش عارف الباب ده مثلا، تحط الفيلم هنا. اللي فاتت كانت تستخدم فيلم 35، دي بتستخدم فيلم 110، تمام. وبالمفروض ان انت بتحمل الفيلم برضو من هنا، من الزرار ده. وبعد كده تقوم الفتحه بتاعتها هنا اهي، تتفرج من هنا، وبعد كده تقوم دايس على الزرار ده بس. ومبروك عليك انت كده صورت. يعني المفروض ان انا لما اجي اتعامل بالكاميرا دي بقوم مثلا ساحب من هنا كده بعد ما احط الفيلم طبعا، واقوم عامل كده ومصور. بس دي يعني الحاجه اللي تذكر في الكاميرا. كاميرا لذيذه، كاميرا جيب. انصحك ان انت تخش تعمل سيرش على الكاميرات دي وتشوف تاريخها امتى، وتشوف الصور اللي طالعه منها، لان انا لما عملت سيرش على الموضوع ده كانت الصراحه صور لذيذه جدا. وانا عن نفسي هتشغل الانواع دي من الكاميرات اللي موجوده معانا في الاستوديو. بس الفكره كلها ان انت تعرف تلاقي افلام للحاجات دي وتكون بسعر محترم، ما يكونش بسعر واو في السما زي ما قلت. نيجي بقى لتالت حاجه معانا النهارده، وهي حاجه غريبه شويتين، وانا لما اشتريته الصراحه ما كنتش مدرك هو ايه بالظبط. وهو الجهاز الغريب العجيب ده. مكتوب عليه شفره موريس، تمام. بس هو الجهاز عباره عن كده. الاريال بيتفتح من هنا كده، هو كبير شويتين ماشي، مش محتاجينه في حاجه. هو ده الجهاز. هسيبك تخمن عبال ما اوريك بصه كده سريعه، وتدوس على الزرار من هنا برضو عشان تتكلم. انا جبته من هنا وقلت مثلا ده باقي حرب هشغله هلاقي الموساد او المخابرات جايه عليا. الصراحه كنت في شويه خوف بسيطه وانا جاي اشغله. بس اكتشفت بعد كده ان انا لما اجي اشغله هو بيتفك كده، تمام. وبتجيب بطاريه 9 فولت
وبعد البطاريه 9 فولت تقوم موصله. اوكي، وبعد ما توصله تقوم حاطه في مكانه هنا عادي وتقفل يا معلم. ويلا بينا نجرب سوا الاختراع الغريب العجيب ده. انت عندك الزرار اللي هنا بتعلي وتوطي منه الصوت. الفكره الفوكس مش ظابط تقريبا في الفيديو، انا اسف. هنا معمول على اوف، انت بقى بتختار الفوليوم المفروض. تمام، هنبتدي. تمام، انا المفروض ان انا دايس كده عشان اتكلم واحول اشاره للناس اللي معايا يعني. وده في الاخر طلع اوكي توكي، او بمعنى اصح لاسلكي. لاسلكي اطفال، مش لاسلكي بمعنى كلمه لاسلكي، لا ده طلع لاسلكي اطفال لما عملت ريسيرشز عليه. وطلع اللي هو حاجه تافهه، وانا كنت خايف ان انا اشغله الصراحه. او مش خايف، كنت مقلق شويه من تشغيله، بس طلع في الاخر لاسلكي اطفال. عندك شفره موريس هنا، يعني لو جينا نوطي الصوت شويه بس. هو ده فكره عمله ببساطه وملوش لازمه حرفيا، لان انا معيش الجهاز التاني اللي هو كونكتد بيه على نفس التردد. فهو عليه يعني فايدته ان هو يعلمك شفره موريس بس، حرفيا انتيكا لذيذ في التعامل، يعمل دوشه حلوه وملوش لازمه عشان زي ما قلت الفرده الثانيه بتاعته مش موجوده. بس هو نوعا ما شكله لذيذ ويعود لزمن بعيد شويه، وشكله عاجبني قوي الصراحه. فاحنا نركنه على جنب ونخش على الحاجه اللي بعديها. وخير الختام الجهاز الغريب ده اللي ممكن بعضكم يوقع عليه وبعضكم لا. احنا معانا النهارده سوني جابان. تمام، تكنولوجيا مش موجوده في عصرنا الحالي خالص نهائي. والغريبه كمان يا جماعه ان هو انت تقدر تمشي بيه في جيبك وتحط فيه سماعه وتحط شريط الكاسيت وتمشي. واو، تكنولوجيا مش موجوده حتى الان. ونصيحه مني، الجهاز ده عامل يعني ألوفات بره، احنا جايبينه ب 20 جنيه بس. بص يا صديقي، هو ده مش ووكمان، ما اقدرش اقول عليه ووكمان لان الووكمان معروف كان من سوني. لكن حاجه شبيهه بالووكمان وفي سبيكر كمان. يعني هو كاسيت، نفس فكره عمل الووكمان لكن هو كاسيت وبسبيكر. انت كل اللي بتعمله ان انت بتفتح الباب بتاعه، بتحط الكاسيت هنا، قصدي بتحط الشريط هنا. تمام، وبعد ما تحط الشريط بيبقى عندك شويه زراير كده تدعبس فيهم. عندك الزرار ده للتسجيل، الزرار ده للبلاي، الزرار ده مثلا عشان يرجع الاغنيه او يرجع الحاجه اللي مشغلها، وده اللي يرجع العكس، وستوب وبيوز. تمام، تعالوا بينا نجرب. حط ده كده قدامنا. سنترو اخوك عنده شويه بيرفكشنزم، ايوه كده زي الفل. بالنسبه لشكل العلب اللي كان بتيجي فيها الشرايط، كانت تبقى حاجه زي كده، نفس الفكره. تفتح العلبه كده والشريط بيبقى فيها من جوه محطوط هنا كده. ده بالنسبه لشكل العلب سوري. ده بالنسبه لشكل العلب. بعد كده معانا شريط شيخ عبد الباسط. اتمنى ان احنا ما ناخدش فيه كوبي رايت، لان احنا المره اللي فاتت لما جربنا نتست حاجه في الفيديو اللي فات او من كام فيديو خدنا كوبي رايت على الفيديو. فاتمنى يعني ان ما يكونش فيه كوبي رايت على الشرايط. بص يا صديقي، انت بتفتح الباب كده وبتقوم حاطط الشريط بالشكل ده، فاهم؟ بس ادعي معايا ان هو يشتغل، لان هو فيه عطل وفاهم وعايز باور غريب جدا عشان يشتغل. انا جربت فيه كميه بطاريات ومش عارف هو بيشتغل بانه نوع بطاريه بالظبط. انا جبت له بطاريات قابله للشحن، تمام، وجبت له بطاريات عاديه ايفر ريدي، وبرده ما بيشتغلش بسهوله، بيشتغل تحسه ضعيف كده وهفتان وعايز ياكل. فتعال نجرب وادعي معايا ان انت يبقى حظك حلو ويشتغل معانا. احنا الصوت واطي تقريبا، انت الصوت صح من هنا، الاصوات من هنا، وعندك مكان تحط فيه مايك وسماعه التليفون. تمام، انت حظك حلو هو نطق. تمام، هو للاسف مش مشغل الشريط او مش قادر الشريط، مش عارف ليه. فاحنا هنحاول نجري شويه. اتمنى صوت الموتور يكون باين عندك. هو مصيبه لا يكون الشريط جرى. لا، هو الشريط ما جراش. هو تقريبا الشريط كان فاضي، يعني فاهم، الشريط جاب اخره. نبدا. بسم الله. بص يا عزيزي، هو معصلج ومش عايز يشتغل، وانت حظك وحش للاسف.
هو محتاج بقى تصليحات، هو في منه امل ان ده يشتغل على فكره، يعني مش كل الحاجات اللي بتجيبها من سوق الخردة بتبقى بايظه خالص. ده كان شغال معايا في الاول، بس مع الوقت يعني محتاج تصليح زياده شويتين، فانا قعدت احاول فيه ولسه عايز احاول فيه تاني، فده في امل من ان هو يشتغل. ومش عارف ليه الصراحه مش عايز يشغل الشريط، ممكن البطاريه ضعيفه جدا على انها تقومه مع انه شغال جوه، وزي ما انت سامع صوت الموتور بتاعه. بس طب تعالى نجرب طب الشريط التاني، يمكن العيب في الشريط ده، يعني الشريط ما فيهوش عيب عادي يعني. هو اشتغل تمام، بس انا مش عارف هو بيقول ايه. هو اشتغل نوعا ما، بس البطاريه مش مقوماه نهائي، هو محتاج نوع معين من البطاريات عشان يقوم، وغالبا كده حاجه مخصوص، وانا ما زلت حتى الان بدور عليها هي ايه نوع البطاريات بالظبط اللي هو محتاجها. وبس كده يا صديقي، خلصنا كل حاجه معانا النهارده. اتمنى الفيديو يكون عجبك ويكون خفيف على قلبك واستمتعت بيه، اهم حاجه ان انت تكون استمتعت بالفيديو. وادي الكاسيت نطق في الاخر اهو، بس هو ما نطقش يعني قوي، هو شكل فعلا بطاريه محتاج بطاريه معينه عشان يشتغل، وما زلت برضه بدور على الحوار ده. فاللي كان يعرف حاجه ليها علاقه بالحاجات دي او كان عايش وقتها وبيتفرج عليها واكبر مني، يا ريت لو يفيدني في الكومنتس تحت، او كالعاده تشوف الانستجرام بتاعي اللي هتلاقي اللينك بتاعه تحت في الديسكربشن، وتخش تكلمني وتقول لي انت المفروض تعمل فيه 1 2 3 4 لو انت خبرتك اكتر مني. وبكده نكون خلصنا حلقه النهارده. كان معاكم مازن مصطفى، ما تنساش اللايك والسبسكرايب والكومنت والشير وفعل زر الجرس على الاول. اشوفك الفيديو الجاي، مع السلامه.